يلا تعالوا بقى نعمل فيديو كده على السريع بس جامد جدا لا غنى عنه، جنب بقى طبق البامية باللحمة الضاني والملوخية. شايفين التحفة؟ هقول لكم على كل خطوة في البتنجان ازاي تظبطوه وتطلعوه طري وقشرته كمان مش ناشفة خالص زي ما احنا شايفين كده وزي الزبدة. يلا مع بعض بسم الله نشوف ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده لما نشتري بتنجان نشتريها تخينه شويه، سواء بقى طويله قصيره، المهم ان هي تكون تخينه شويه، ما تكونش رفيعه عشان ما تنشفش معانا وتكون بتلمع وتكون طريه. هنشيل بقى العنقود، وكمان العنقود بتاعها ده يكون اخضر مش مسمر علشان يكون فريش. هنشيل العنقود ونغسل البتنجان حلو وننزل بقى بيه في الزيت. الزيت في الاول خالص بيكون سخن جدا، يعني ندي البتنجان زي صدمه كده زي اللحمه بالظبط، وبعد كده نوطي عليه خالص النار، يعني علشان يستوي معاكي من جوه، وفي نفس الوقت القشرة ما تنشفش خالص ولا تتحمر زيادة عن اللزوم. هتطلع القشرة نفسها طرية جدا جدا. هنوطي عليه خالص ونغطيه ونسيبه بقى يستوي، وقبل ما نطلعه هنعلي عليه برضو النار علشان ما يطلعش شارب زيت. يبقى هنحطه على نار عالية جدا وهنشيله من على نار عالية جدا، وفي النص ما بين الخطوتين دول هنسيبه على نار هادية جدا جدا، على اوطى يعني حرارة عندك في العين. تمام كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله استوى. يعني تلاقوا من بره كده البتنجانية بانت ان هي مستوية، شايفينها؟ وفي نفس الوقت هتلاقوها طرية جدا، مش هتلاقوها ناشفة ولا هتلاقوها نية. كده خلاص نطلعه بقى. يبقى اوعوا تشقوا البتنجان قبل ما تحطوه على النار علشان ما ينشفش معاكم من جوه وقلبه ما يبقاش طري زي ما هنشوفه بالظبط. خلاص تمام كده نطلعه كده استوى. نبدأ بقى نشق الفلفل شق من فوق كده، علشان الفلفل لو اتحط سليم هيطرطش ويبهدل الدنيا. الفلفل مش هنوطي عليه النار ولا اي حاجة، هنسيبه على نار عالية، بس هنفضل نقلب فيه باستمرار علشان ما يتحمرش من ناحية والناحية لا. هنفضل نقلب تديله بقى الدرجة اللي انت عايزاها. انا يا دوبك بس بدبل الفلفل في الزيت كده، يبقى يا دوبك بس الدبلان، مش عايزاه يبقى متحمر زيادة عن اللزوم علشان يبقى طري وتحفة وطعمه حلو جدا، لان كل ما هياخد تسوية زيادة كل ما هينشف ومش هتحسي بطعم الفلفل خالص. كده خلاص نطلع الفلفل. تمام نبدأ بقى في الخلطة. هنجيب توم وهنجيب فلفل، هنجيب جزر وخل بقى كتير جدا وليمون كتير جدا على قد ما تقدروا، وملح، ومن هريسة الشطة اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده على البيج. وهنضرب الكلام ده كله مع بعض. نكتر ليمون وخل على قد ما نقدر. انا هشيل من الدقة دي لانها كتير على الكمية بتاعتي واحطها في الفريزر، بطلعها واحطها على طول على البتنجان وقت ما احتاجها. هقطع بقى طماطمايه كده صغير زي ما احنا شايفين. الطماطمايه دي بتتعمل وقت التقديم على طول، وورقتين من البقدونس. برضو البقدونس وقت التقديم على طول، يعني ما ينفعش نحطه ونشيله بقى في التلاجة يومين 3 كده، لا. الطماطم والبقدونس على طول تكليف نفس اليوم علشان ما تبص فيه. تمام بس بتديله طعم جامد جدا الطماطم والبقدونس، تحفة. نبدأ بقى نفتح البتنجان. شايفين بسم الله ما شاء الله البتنجان من جوه طري ازاي زي الزبدة، وفي نفس الوقت شايفين حتى القشرة بتاعته كمان طرية جدا، يعني ما فيهوش حاجة ناشفة خالص، ولا القشرة ناشفة ولا قلبه من جوه ناشف. لما تشقوا البتنجان وتحمروه وهو مشقوق بينشف من جوه، ما بيبقاش طري الطراوة اللي انتوا عايزينها دي. هنبدأ بقى نحشي الحشوة بتاعتنا، وطبعا نقلب الحشوة الأول في الليمون والخل علشان كل معلقة نحطها في البتنجان تبقى شاربة من الليمون والخل، لأن أساس البتنجان الليمون والخل يا جماعة، هم دول اللي بيدوله طعم جامد جدا جدا، يعني تكتريهم على قد ما تقدري. هنحشي بقى البتنجان بتاعنا كله كده زي ما احنا شايفين. انا هنا عامله صف صغير شويه في المقاس وصف كبير شويه علشان اللي حابب ده ياخد واللي حابب ده ياخد. هنجيب بقى الفلفل بتاعنا ونحطه جوه الدقه زي ما احنا شايفين كده، نشربه من الدقه حلو جدا، ونبدأ نرصه في الطبق بتاعنا زي بقى ما احنا عايزين براحتكم خالص. انا هنا هحطه كده في النص ما بين الصغير والكبير، ونبدأ نرص بقى الفلفل كده في نص الطبق. واخر حاجة خالص لازم برضو نروح عصرين شوية ليمون، 3-4 ليمونات وعليهم شوية خل، ونقلبهم وننزل بيهم بقى على البتنجان على الوش كده. يا لهوي على الجمال بجد، هتاكلوا طبق بتنجان وفلفل في الجون جامد جدا جدا جدا.
ممكن بقى تحطوه في علبة كده وتشيلوه في التلاجة وقت ما تعوزوا كده، مع طعمية، مع فول، مع ملوخية، مع بامية، مع اي اكلة انتوا بتحبوها. وممكن يتاكل كده بس في ساندوتش، بجد تحفة. حاجة كده خطيرة خطيرة، هتاكلوا صوابعكم ورا. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.